اهلا وسهلا المتتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كما العاده هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اعطيونا لي لايك والبارطاج لهذا الفيديو، وكنتمناو مزيد من التشجيع في القناه ديال مريم امي فاطمه. اش غنقول لكم اخوتي، باش نفعلوها ونكملوا السوايع بها ان شاء الله. نتمنى التشجيع والبارطاج والتعاليق ديالكم، ما تبخلوش علينا بها. كما قلت لكم بزاف ديال الناس عجبهم الموضوع علاش تكلمنا البارح، وكاينين الناس عاوتاني اللي ما عجبهمش. حنا كان الكل يحترم. بزاف ديال المتابعين قال لي خصك تهضري بكونك مرأة، خصك تهضري على هذا الشيء. وكاينين الناس اللي قالوا لي ديري لنا المحتوى فقط في القناه ديال امي فاطمه. اكيد ان شاء الله من غتفعل، راه كنقولها لكم المتتبعين، من غتفعل وغتكمل السوايع ديالها ان شاء الله غادي تشوفوا غير الروتين ديال امي فاطمه ومريم. دابا محتاجين، راه مازال يلا عندنا 1400 ساعه، يعني باقي خاصنا 2600 ساعه. فكنتمناو الدعم والمزيد من التشجيع فيما يخص القضيه ديال سعاد. الامور غدا وكتصدم، غدا وكتصعب اخوتي. راه غادي توصل هذه القضيه لشي حوايج اللي لا تحمد عقباها. قبل ما غنبدا في الموضوع ديالي بغيت نجاوب ديك اخوتي، ديك اللي قطر بها السقف وسيره تنعت بامها باوصاف. فاطمه الحوله سيره تنعت بامها اش غنقول لكم باوصاف خايبه، وتقول ليها بزاف عليك تكوني وانتي بزاف عليك تكوني الذهب، وانتي غير قصدير ياك هو. عاد قطر بك السقفه بنيتي وباغا ديري التقبه في الاوزون. مالكي على حالتك، مالكي على فضيحتك، مالكي زعما هاد سعاد كاع مقطره، ما زعما ما دارت فيك كاع، حتى ها ديال الخير ما دارتو فيك. خارجه عينك تعطيهم فخوره براسك، زعما كانك كديري انجاز، كانك راكي جبتي العز لوالديك. راه الناس وليداتهم ما شاء الله جابوا جوائز ما شاء الله، وما داروش هاد الحاله اللي درتي نتيا. خارجه وصلتي الام ديالك لواحد المستوى وسيرات نعتيها باوصاف قبيحه، وما على بالكش بلي ديك السيده لو كان ما كانتش ديك السيده ما تكونيش يا العاقه، ما تكونيش في الدنيا. على الاقل شكريها لانها رجع ليها الفضل ديالها، باش انها قررت تجيب وحده عاقه. راه غادي عندك صحابك واش اليوتيوب دايم، واش زعما البيوز دايم، وغادي تبقاي تجيبي 6 و7 المليون. راكي ضفرتيها بنيتي، راه الدنيا دواره وانتي مازال لاصقه في الارض. انتي عاد قطر بك السقف البارح، ومازال الايام غادي توريك شكون امك وشكون باك وشكون خوك وشكون كيبغيك وشكون كيكرهك. عند بالك راكي درتي مزيه، حاطك داك حناك الطبال حدا وتيقولك عطي كوكتي بنت الاصل. ولكن فين هو الاصل باش تكوني واش باك مأصل؟ غير تكوني انتي مأصله، لان كيقولك منين داك الفريع من ديك الشجره. عند بالك راه كديري مزيان، كتضربي فمك، وقال لك ما باغاش تصالحي معاها. مازال بنتي يحنتك الزمان تتبقى تطلبي المسامحه لامك وتلقاي الفوت فات، تبقاي تبكي الدم وما تلقايش اللي يعتقك، لانك ما درتيش الخير فمك لولداتك. امك اللي سهرات عليك الليالي، امك اللي عطاتك. راه خصكي تفكري ان ديك السره اللي كاينه عندك، تفكري ديال من ديك السره اللي خلقك بها سيدي ربي، تفكري ديالاش. هذاك رمز باش بقى نتفكروا الخير اللي داروا فينا الامهات. هذيك واحد الرابط كيربطك بامك مدى الحياه. ديك السره كنتي كتشربي منها، كنتي كتنفسي منها، كنتي عايشه بها، ومازال لحد الان. وخارجه امك راه ما بين الحياه والموت العاقه، وانتي مازال زايده فيه. انا اخوتي كنشوف الشوهه، كنشوف الفضيحه حتى لهاد الاسره المشوهه، ما عمري شفت بحالها. بالنسبه للحاله الصحيه ديال سعاد راه حاله مزريه. انا وصلتني الاخبار على الحاله، يعني عيطت لواحد السيده باش نطمئن نشوف شنو كاين. الحاله ديال سعاد اخوتي لا تبشروا بالخير، راها مكوانسيه. تخيلوا معايا، راكم عارفين ان العرق راه الا تبوشى البنادم راه مشى.
مشى. راه العرق، انا كنعرف الناس، كنعرف انا واحد السيد في العائله ديال راجلي، هذاك هو سببي باش ما نديرش العرس. كان باخر، يعني تناقش مع ولدو نقاش، يعني بقى كيغوت راجل كبير. الولد خرج، الراجل طاح، دامو الامانه، داوه للسبيطار، جلس شي 3 ايام هو فقد الوعي. قالوا له تبوشلوا العرق في الراس، داز 3 ايام مات. اشنو غادي ديري ديك الساعه؟ اشنو غادي ديري يا فاطمه، يا فاطمه الحوله؟ شنو غادي ديري ديك الساعه؟ شنو غادي ديري ملي يقولوا لك اجي راه سعاد راه ماتت؟ شنو غادي ديري؟ غادي تشدي السما ديري بها، ديري فيها الحفل، غتقبي السما بالارض؟ شنو غادي ديري؟ غتفرحي؟ عمري شفت شي وحده كتفرح للتعاسه ضمها. انا اي امره تنقول لكم انا سعاد بخبيز، سعاد دارت الاخطاء، ولكن كتبقى في نهايه المطاف كتبقى في نهايه المطاف ولدات دوك البنيتات. راه خوتي، راه كاينين الناس اللي جابوا ولادهم من الخيريه ولقاو فيهم الخير. راه كاينين اخوتي والناس اللي رباو ولاد لا علاقه بهم ولقاو فيهم الخير. راه ما سهلاش اخوتي، راه الضربه القاضيه، راه جوج بنات، يعني جوج بنات خارجين فمهم طول وعرض، وحنا كنصفقوا برافو، عطيوها كتمثل بنت الحرام، دايره الفاعله الناموسه. تقى والله راه هذيك تتبقى راه حتى واحد ما غادي يبغي المعامله الخايبه من ولادو. راه غير جارك تيأذيك اولا تيقول لك كلمه خايبه كتبقى تاكل فيك وتنزل فيك، فما بالكم بناتكم خارجين على العلن، كل وحده كل يلغي بلغاه، كل وحده واش تقول، كل وحده ما خلاو ما قالوا. قالت ليهم حقه فاطمه الحوله، قالت ليهم مين خرج الداري بكريشه من سعاد كان خرج ب50 درهم، ومنين جات السارعه ولات عنده 90 مليون ياك. ومنين جابتها السارعه؟ جابتها من اموال ديالها الخاصه ولا كتبها لها با في الورث؟ نعلة الله وعليك باش تقولي سعاد هي اللي وكلاتك، هي اللي لبساتك، هي اللي ربات لك دوك الركابي تا خارجه دابا كتوري فيها اللي كاينه واللي ما كاينه. سير قالك 90 مليون، 90 مليون جبتوها بسعاد اللي ضربات في ثانيه راه باش تشهركم وباش توليو معروفين، صدقتو تعرفتو وليو كتعطيوها للراس. غزيتو في سعاد لان هي اللي وصلتكم اللبوز، هي اللي بيناتك الحوله، هي اللي بيناتك فاطمه الحوله، وما كنتي غير كديري غير هدف بلا ما نقول شي هضره. لان خوتي صراحه ملي وصلوني التصاور ديال اختي سعاد صافي صراحه مشى فيا النص، بقات فيا او واش هذه هي النتيجه ديال انك تولدي ولاد وتضربي عليهم تماره وتصهري عليهم وتجبدي؟ راه كاين، راه سعاد شي مرات كنحط راسي بلاصتها، راه كتسمحي ما كتشري لا بيجامه، راه كتكوني محتاجه صباط، كيكون عندك صباط تيدبرك كتقولي ما نشريش الصباط، نكسي بناتي نكسي ولادي. كيوصل العيد كتبغي تشري غير شي حاجه لراسك، منين كتشوفي ان الفلوس اللي عندك ما كافيينش كتصبقي ولادك. عاد الا بقات شي حاجه كتشري راسك، ما بقاتش ما كتشري والو. وسعاد انا شفت الحاله ديالها، شفت انا سعاد شنو لابسه في رجليها، شفت انا سعاد شنو لابسه في حوايجها، شفت غير باش تشوفوا باش تعرفوا واحد القضيه. شتي سعاد الوجه ديالها راه هكا كدير، راه سعاد في الواقع غزاله، راه ما كتعطيش الكاميرا. انا فاش شفتها مباشره تصدمت، هكا كدير عندها حروف واعرين، غزاله ما شاء الله. ولكن الحاله ديالها كتشوفوها كتقولوا واش هادي مسكينه ما عندها والو. راه كتشفي بنادم، راه سعاد ما دارتش شي ذنب عظيم باش تستاهل هاد 2 عاقات. راه تكون شتي، راه تكون خايبه، راه تكون امك فاسده خايبه ما تسواش، كتضربك تتعايرك هبيله، ولكن كتبقى في نهايه المطاف امك هي اللي عطاتك الحياه، هي اللي رباتك. فاش كانت سعاد كتضرب تماره كان داك السداري بكريشه خدام كيعمر وكيشرج لهم في العقل باش انهم باش توصل هاد النقطه دابا اللي فيضات الكاس. السيده راها في السبيطارات ما بين الحياه والموت، وهما مازال ما كفاهم باقي طالعين قالك حقه ولوات الصلح باش يهيج
والله يخط فيك الحق، والله يبين فيك البرهان، والله يعطيك شي حاجه في صحتك، لانك اديتي ديك المراه اللي ما دارت فيك والو، اللي لحد الان فاش كيتجبد الموضوع ديال بكريشه كتبقى تشكرو، كتقول كيما كان الحال راجلي وبين ولادي. انا قلت لي هاد الهضره، وبنادم خارج باغي ياديها، بغي يشعل العافيه في سعاد، وداكشي اللي وصلتي له راه وصلتي له بفضل سعاد يا نكارين الخير. صراحه لا حول ولا قوه الا بالله. المهم الحاله سعاد اخوتي واصله، اش غنقول لكم، لا تبشروا بالخير. راه نقدروا نمشيو انا واختي غيزلان حتى لفاس، لان بقات فينا بزاف 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 اخوتي، بقات فينا، كتبقى كتبقى مرأة، وحنا معاها ومضامنين معاها، وصوتنا مع صوتها حتى يبان الحق. نتمنى يا ربي وهاد العواشر يبين البرهان في هاد السداري بكريشه اللي كينشر لنا العهر ديالو، وكينشر لنا الاخلاق الفاسده في هاد شنو كتعطي انت للمجتمع؟ كتعطيهم العهر وكتشجع النساء، كتشجع الرجال على التعدد. زعما راه الحياه فيها الرفاهيه وفيها العيالات وفيها نوضوا يا العيالات. الناس اللي كيشجعوا بحال هاد الامثله، راه اليوم كتشجعي بحال هذاك، غدا غدار بك. المهم هادشي اللي عليا انا قلت لكم اخوتي.